يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهارده الكاليماري المحشي، حاجه كده سهله وبسيطه وطعمها رهيب، وبيتعمل منها اصناف كتير، مقلي وبرامات. والمحشي اللي هنعمله مع بعض النهارده، البهارات اللي معانا عباره عن كاري، ملح، فلفل اسود، كزبره جافه، ورق لورا، حبهان، شطه، كمون، كاليماري زي ما احنا شايفينه كده، والبصل، توم، فلفل اخضر حامي وبارد، وشبت وكزبره وبقدونس، ومعايا كوبايه ونص رز مغسول. وده بقى عبارة عن رجول الكاليماري، الراس بتاعتها كام واحدة كاليماري بقطعها برضو معاها، ومعاها كده حاجة بتبقى زي الجناح كده برضو بقطعها معاها. وده كده شكل الكاليماري قبل ما يتنضف، بمسكه بيدوب بإيدي كده، حاجة خفيفة، هو تنظيفه سهل جدا مش صعب. بنضفه من جوه ومن بره وبخليه زي الفل. تمام كده. هنبتدي بقى نقول بسم الله. نجيب طاسة على النار، حط فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة زي ما احنا شايفينها كده، وبعدها على طول ابتدي انزل بالخضار اللي معانا، اللي هو عبارة عن ايه؟ بصل وفلفل، دول اللي بياخدوا شوية سوا. ابتدي انزل بيهم في الاول كده واشوحهم تشويحة حلوة. تمام. تتخيلوش طعم الاكلة دي رهيبة قد ايه. وبعدها على طول ببتدي اجيب فص ثوم واقطعها بالشكل ده. عايزة تبقى فيها نكهة بس مش ريحتها قوية قوي، فص ثوم حلو قوي، يا دوب مظبوطة على الكمية دي. البصل معانا دبل زي ما احنا شايفينه كده. هنبتدي ننزل بالقطعة الصغيرة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي عبارة عن الرجول، الراس، الجناح كاليماري، وابتدي اظبطها وانضفها حلو قوي، واصفيها حلو، وانزلها مع البصل والفلفل، واديها تشويحة مش اكتر من 5 دقايق بالظبط، عشان ما يجلدش معانا. 5 دقايق بالظبط تشوحيها على النار. بعد 5 دقايق ابتدي دوقيها كده وشوفيها، حسيتي ان هي استوت وبقت زي الفل، خلاص كده. خلاص الكاليماري دخل في السوا، البصل معايا بقى زي الفل، ما مش بيقرش ولا حاجة، والفلفل نفس الكلام. هنبتدي نجيب ايه؟ نجيب طماطمتين نضربهم في الخلاط وننزل بيهم، او عندك معلقتين صلصة انزلي بيهم. تمام. واقلبهم حلو قوي. لو صلصة حط لها يا دوب شوية مية صغيرين خالص عشان يفكوا معاكي. تمام. انا هستنى لحد ما يتسبك وتبقى معانا بالشكل ده، وبعدها على طول ابتدي انزل بالبهارات اللي معانا، اللي هي الكاري والملح والفلفل الاسود، كزبره جافه اللي احنا قلنا عليهم، والشطه والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. هكتبها لكم في صندوق الوصف عشان نبقى عارفينها مع بعض. وابتدي اقلبها واديها كده تقليبه حلوه، وكده بقت زي الفل معانا، الريحه تحفه. في الوقت ده هنعمل ايه؟ هنرفع الطاسه على النار ونبتدي نحط حله على النار. هستنى اما تغلي. في الوقت ده ابقى مهديه النار عليها. وفي الوقت ده هبتدي اعمل ايه؟ هجيب بوله فاضيه، انزل بالرز معايا المغسول ومتصفي وزي الفل، وننزل بالخضره اللي احنا قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن شبت وكزبره وبقدونس، وننزل عليهم الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، كاليماري، بصل، فلفل، والصلصه معانا، والبهارات طبعا اللي احنا قلنا عليها. في حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ ولا اي حاجه خالص. هنديها تقليبه حلوه زي ما احنا شايفينها كده. في الوقت ده لو حابه تحطي معلقتين زيت او حاجه تديها لمعه حلوه حطي، ما فيش مشكله خالص. لو مش عايزه تمام، خلينا زي ما احنا. ويلا بينا نحشي الكاليماري. شايفينه متنضف ازاي وزي الفل؟ اهم حاجه نضفيه جوه وبره. تمام. وبمعلقه صغيره او بايدك وابتدي اعملي بيها، بس نصيحه مني خليها بمعلقه. ليه؟ عشان ما تبقاش متوسخه من بره وشكلها مش حلو. ولما تيجي تنزليها في الشوربه هتبقى شكل الشوربه مش حلو، فيها خضره وصلصه وحاجات كتيره مش حلو. تمام. واحنا بنحشيها مش هنملاها للاخر خالص، لان ده رز طبعا لسه ني. هنسيب حته كده صغيره خالص، ونبتدي ندخل الخله زي ما احنا شايفينها كده. يعني سيبي مسافه كده شويه لحد الرز ما يكبر، ما تمليهوش للاخر قوي. تمام. ده بيكون شكله. يلا بينا نعمل واحده كمان. هنجيب واحده كاليماري نفتحها كده زي ما احنا شايفين، وبمعلقه صغيره وابتدي
ادخل الرز فيها. خلي شغلك يبقى نضيف وشكله حلو ومرتب، ما فيهوش حاجات كتيره من بره، خلي ايدك دايما نظيفه. تمام زي ما احنا شايفين كده، ومملهاش للاخر، اسيب حوالي زي نص عقله كده او عقله من فوق، مش اكتر من كده، واعمل حساب ان الرز لسه هيزيد. وعلى طول اول ما احشيها اقفلها على طول بالخله، ما تسيبهاش ابدا مفتوحه، لو سبتيها مفتوحه هتنزل في الميه هتوقع الرز اللي فيها كله. تمام هو مش بيقفل زي الممبار. هبتدي اعمل الكميه كلها بنفس الطريقه وبنفس الشكل. ويلا بينا نبص على حله الميه اللي احنا حطيناها على النار، غلت معانا زي ما احنا شايفينها كده. هنبتدي ننزل بالحبهان، هنبتدي نفتحه عشان يدي نكهه اقوى، والورق اللورا ننزل بيهم على النار. ومعانا شويه خضار عباره عن ايه، بصل، طماطم، جزر، وكم فص توم كده انا فاتحاهم او قسمهم بالنص زي ما احنا شايفينهم كده. تمام عشان ريحتهم تبقى حلوه في الشوربه. ويلا بينا ننزل بيهم في الحله، ونبهر بقى الميه اللي معانا، ملح، كمون، شويه فلفل اسود، ما تكتريش عشان الشوربه معانا ما تبقاش حاميه. وديها تقليبه حلوه كده. ويلا بينا ننزل بالكاليماري المحشي زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. وكده نزلنا الكميه كلها، شايفين شكله لما نزلنا كله في الميه ما بيقفلش زي الممبار، عشان كده مهم جدا الخله. انا لو ما قفلتهوش الميه كلها هتدخل جوه الرز وهتطلعه، فاهم حاجه الخله اللي احنا عملناها مع بعض دي. وابتدي اغطيها واسيبها قد ايه على النار، نص ساعه بالظبط، ما تزوديش عن كده. وكده نص ساعه عدت، يلا بينا نطلع الكاليماري. ولو تلاحظوا ان حجم الكاليماري كش شويه، هو طبعه كده، هنعمل فيه ايه؟ كده بقى معانا زي الفل. لو انتي مش واثقه طلعي واحده افتحيها بالنص كده ودوقي الرز اللي فيها هتلاقيها استوت. لو لسه ما استوتش سيبيها سنه على النار، هتاخد حوالي 5 دقايق زياده. حباكوا بقى لما تعملوا الكاليماري دوقوا الشوربه دي، طعمها رهيب. نبتدي نشيل بقى الخله اللي احنا حطيناها، خلاص استوى بقى معانا، في زيت على النار. ونبتدي ننزل بالكاليماري. في اللحظه دي حطي غطا عليها عشان ما يطرطش عليكي. انا للاسف ما عرفتش اعمل كده عشان التصوير. شوفوا البوتاجاز بقى جميل. يا دوب بياخد اللون الذهبي الحلو، ونبتدي نطلعه. ما تزودوش في سواه قوي على النار عشان ما يجلدش. وما يجلدش يعني ايه؟ يعني ما يشدش وانتي بتاكليه. تمام انتي مش عايزاه يتحمر، هتعملي ايه؟ هنجيب صينيه ونرص عليها الكاليماري اللي احنا سلقناه مع بعض، وعلى الوش على طول ادهنه بشويه صلصه وادخله الفرن واطلعه على طول. ما خلوش لحد ما لونه يغمق قوي، يا دوب يتشمع كده تشميعه حلوه واطلعه على طول عشان ما ينشفش معانا. كده انا حمرت الكميه كلها بنفس الطريقه ويطلع معانا بالشكل التحفه ده. ايه رايكم في شكله؟ والله ما قادره اقول لكم طعمه قد ايه حلو، ريحته تحفه. حتى الرز اللي عملناه مع بعض طالع مظبوط قوي، واخد من نكهه الكاليماري بطعم تحفه. غير الشوربه اللي عملناها مع بعض طالعه متنكهه بكل البهارات اللي حطيناها فيها، فمديها طعم حلو قوي. اتمنى تجربوها وصحه وعافيه للي يجربها. اتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.